أهلا بيكم في دفا البيت، المكان الصغير اللي نهرب ليه من زحمة اليوم ونقعد فيه شوية مع بعض من غير استعجال ومن غير تصنع. هنا هنحكي حكايات بسيطة من قلب بيوتنا، حكايات ممكن تكون عادية جدا لكن وراها معاني كبيرة قوي. وحكاية النهاردة بدأت من طبق أكل. كان يوم عادي جدا، من الأيام اللي أول ما تفتح عينك فيها بتحسوا إن اليوم سابقك. طلبات البيت كتير وكل واحد محتاج حاجة، وانتوا بتحاولوا تخلصوا كل حاجة من غير ما حد يحس بتعب. من أول الصبح وأنا قاعدة ما بين المطبخ والغسيل والترتيب، مرة أرتب حاجة ومرة ألحق حاجة على النار ومرة أرد على حد بيناديني، وكل شوية أقول لنفسي خلاص أول ما الأكل يجهز هقعد 5 دقايق أرتاح. ولما قرب وقت الغدا كنت تعبانة جدا، لكن رغم التعب كنت فرحانة إن خلاص الأكل اتعمل وجهز، وإن الأكل طلع شكله حلو، وإن كل واحد هيقعد ياكل وهو مرتاح. يمكن أي ست بيت هتفهم الإحساس دوت، إن تعبك كله بيهون لما تحسي إن اللي حواليكي مبسوطين. قدمت الأكل وقعدت مستنية، كنت مستنية بس كلمة صغيرة، مش مستنية مدح كبير ولا شكر طويل، مجرد كلمة تقول تسلم ايدك. لكن أول جملة سمعتها كانت ناقصة شوية ملح. سكت. الجملة كانت عادية، ويمكن اللي قالها ما كانش يقصد يضايقني، لكن وقتها حسيت ان كل التعب اللي ورا الطبق ده محدش شافه. حد شاف شوية الملح وما شافش الساعات اللي قبلها. فضلت افكر، هو ليه ساعات بنشوف الحاجة الناقصة؟ ليه بنشوف الناقص بس وننسى كل الحلو اللي موجود؟ وبعدين وانا قاعدة مع نفسي كده اكتشفت حاجة هزتني قوي. اكتشفت ان انا كمان بعمل نفس الغلطة. يمكن ابني بيعمل عشرات الحاجات صح، وقف عند الغلطة الوحيدة. يمكن جوزي بيتعب طول اليوم وركز على حاجة نسى يعملها. يمكن واحدة صاحبتي تكون واقفة جنبي وقت الشدة وازعل منها بسبب موقف واحد. ويمكن وده الأهم، إن ربنا يكون مغرقني بنعم كتير جدا، صحة وأهل وبيت وستر وأمان، وافضل مشغولة بالحاجة الوحيدة اللي ناقصة. وقتها حسيت إن المشكلة عمرها ما كانت في طبق الأكل، المشكلة كانت في نظرتنا. إحنا تعودنا بسرعة نلاحظ العيب، لكن بقينا بطيئين جدا في ملاحظة الجميل. بقينا نعد اللي ناقص وننسى نحمد ربنا على اللي موجود. ومن يومها حاولت أغير حاجة في نفسي. بقيت لما ألاقي حاجة حلوة أقول، ولما حد يتعب عشاني أشكره، ولما ابني يعمل حاجة صح أشجعه قبل ما أعاتبه، ولما أقعد مع نفسي أعد النعم قبل ما أعد النواقص. يمكن مش بننجح كل مرة، لكن مجرد المحاولة بتخلي القلب أهدى والبيت أدفى، والكلمة الحلوة بيبقى لها طعم مختلف. يمكن هي بالنسبة للي بيقولها كلمة عادية، لكن بالنسبة للي بيسمعها ممكن تكون سبب إن يكمل يومه وهو مبتسم. ولو في حد حواليك النهاردة، أم، أب، زوج، زوجة، ابن، بنت، أو أي إنسان بيتعب وبيحاول، ما تبخلش عليه بكلمة حلوة. يمكن هي أسهل حاجة بالنسبة لك، لكن ممكن تكون أكبر مكافأة لقلبه. وقبل ما ماشي عايزة أسألكم سؤال، إيه إحنا في حياتنا بنشوف إيه أكتر حاجة؟ اللي ناقص ولا اللي موجود؟ اكتبولي في التعليقات. وإيه الموقف اللي خلاكم تتعلموا الدرس ده؟ يمكن حكايتكم تكون سبب في إن حد تاني يغير نظرته للحياة. ويا ريت اللي عايز يشكر حد ولا يقول له كلمة حلوة يعمل له شير في التعليقات ويكتب له كلمة حلوة. واشوفكم على خير في حكاية جديدة من دفا البيت.